في الساعات الأولى في صباح 7 يونيو سنة 2021 وفي ضواحي أستراليا كانت كل حاجة طبيعية، الشوارع فاضية والناس نايمة في بيوتها، وما حدش كان متخيل إن الهدوء ده فاضل عليه ثواني ويتكسر، لأن في نفس الوقت ده كان فيه قوات شرطة مسلحة مستنية إشارة الاقتحام، كل فريق عارف هو رايح فين وداخل يقبض على مين، وبمجرد ما الإشارة بدأت الأبواب اتكسرت والقوات دخلت البيوت، والناس اللي كانت نايمة صحيوا على صوت أوامر رجال الشرطة واتقبض عليهم قبل ما يفهموا أي حاجة. والغريب هنا إن الناس دي كانت فاكرة إن رجال الشرطة مستحيل توصل لهم، كانوا حاسبين كل حركة وبيستخدموا أدوات مخصوصة عشان يفضلوا بعيد عن أعين الشرطة. بس اللي كان بيحصل في استراليا كان جزء من عملية أكبر بكتير، لأن في نفس الوقت المداهمات اللي كانت بتحصل في استراليا كانت بتحصل في أمريكا وآسيا وأوروبا و16 دولة مختلفين، مداهمات على معامل سرية ومخازن وبيوت خاصة، وحوالي 9000 شرطي اتحركوا في العملية دي وقبضوا على أكتر من 800 شخص، وحوالي أكتر من 40 طن مخدرات اتصادروا، ومعاهم أسلحة وملايين الفلوس الكاش والعملات الرقمية. ودي كانت النهاية الفعلية لعملية تروجان شيلد، واحدة من أكبر عمليات الخداع الأمني اللي اتعملت ضد الجريمة المنظمة. والسؤال هنا مش الشرطة قبضت على مين، السؤال الحقيقي ازاي الشرطة عرفت توصل لهم كلهم في نفس الوقت. السلام عليكم، أنا مصطفى عادل ودي قناة تسريب خفي. الحلقة دي نارية وأعصابكم هتفضل مشدودة على آخرها، بس قبل ما نبدأ صلي على النبي وانزل اعمل لايك للفيديو واكتب لي كومنت شجعنا أكمل فيه، ولو مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان اللي جاي أخطر بكتير. وبسم الله فلنبدأ التسريب. عشان نفهم القصة دي بدأت منين لازم نرجع للألفينات وتحديدا في كندا مع راجل اسمه فينيس راموس. فينيس كان عايش مع مراته وعياله حياة هادية، شغال في شركة اتصالات وبيترقى في شغله كل فترة، يعني من بره كان موظف ناجح وحياته مستقرة. بس فينيس ما كانش موظف عادي، كان فاهم كويس في البرمجة والاتصالات والشبكات، وفاهم ازاي القنوات المدفوعة بتتقفل، القنوات اللي ما بتتفتحش غير باشتراك زي قنوات الأفلام أو قنوات الرياضة اللي المفروض تدفع عشان تتفرج عليها. فينيس كان شاطر وكان بيعرف يفك الشفرات دي ويخليها تتفتح من غير الاشتراك الاصلي، وبعد كده يحط شفرة على الكارت او نظام صغير ويبدأ يبيعه في مواقع مشبوهة او في الدارك ويب. ومع كل عملية بيع كان بيحس ان الشغلانة دي ممكن تخليه في مستوى احسن، وممكن يبقى مشروع اكبر مبني على فكرة بسيطة جدا. لو قدرت تدي الناس امان او حاجة محدش يعرف يخترقها ساعتها الناس هتدفع فيها فلوس كتير. ومن هنا فينيس بدأ يقرب من الفكرة اللي هتغير مسار حياته. في سنة 2008 العالم دخل في أزمة اقتصادية كبيرة، شركات كتير قفلت وناس كتير خسرت شغلها، وفينيس كان واحد من الناس اللي اتأثروا بالأزمة دي. بس بدل ما يقف مكانه قرر يستغل اللي هو كان شاطر فيه. وفي شهر يونيو من نفس السنة فينيس تواصل مع كام واحد صحابه اللي كانوا شاطرين في البرمجة والشبكات، وقعد معاهم عشان يشرح لهم فكرة مشروع. الفكرة ببساطة شركة تبيع موبايلات آمنة جدا، وفينيس ولا كان داخل ينافس سامسونج ولا ابل، وهو عارف ان دي اصلا مش لعبته، لكن قرر يعمل موبايلات للناس اللي عندها اسرار، رجال اعمال عندهم صفقات حساسة، سياسيين خايفين من تسريب مكالماتهم، مشاهير عايزين يحافظوا على خصوصيتهم، او شركات عندها اسرار لو اتفضحت ممكن الشركات دي تفلس. وبعد ما فينيس نفذ فكرته عمل شركة وسماها فانتوم سكيور، يعني الشبح الامن، والاسم ده كان مناسب للفكرة دي جدا لأن الشركة كانت بتبيع وعد واحد: هنديك وسيلة تتكلم بيها من غير ما حد يوصل لك. من بره الفكرة شكلها مشروع تكنولوجيا عادي، شركة بتحمي خصوصية عملائها، بس نفس الوعد ده كان ليه معنى تاني في عالم أخطر، عالم العصابات. العصابات مش بتدور على الإمكانية ولا على الشكل ولا على الرفاهيات، هي بتدور على حاجة واحدة: طريقة تقدر تتكلم بيها تبقى بعيد عن أعين الشرطة. من هنا فكرة فينيس اتحولت من مشروع خصوصية
بيخلي باب كامل مفتوح على عالم الجريمة. بس السؤال المهم هنا هو الموبايل ده مختلف في ايه؟ فينس كان بيشتغل على تعديل وتطوير موبايل بلاك بيري ويحوله لجهاز فانتوم بيشيل منه عدسات الكاميرا والميكروفون والجي بي اس عشان يخلي الجهاز يسيب اقل اثر ممكن ويبقى معمول للرسائل المشفرة. جهاز فانتوم يكلم جهاز فانتوم تاني، وطريقة الرسائل دي كانت صعبة جدا في التعقب. يعني مثلا المرسل يكتب رسالة الشحنة هتوصل بكرة، وأول ما يدوس إرسال الجهاز يقفل الرسالة بتشفير بي جي بي. والطريقة دي أنا اتكلمت عنها في حلقة سيكادا، ممكن تبقى تخش تشوفها بعد الحلقة دي. فالرسالة تتحول في الطريق لأرقام ورموز ملهاش معنى، لكن لما توصل لجهاز فانتوم تاني الجهاز المستقبلي يبدأ يفك التشفير والرسالة ترجع عادي. وفوق ده كل النظام اللي كان بيشتغل على الجهاز كان متوصل في سيرفرات بعيدة جدا في أماكن زي بنما أو هونج كونج، بحيث إن الشرطة لو حاولت تتتبع الرسالة ما تمشيش في خط مباشر وسهل، هتدخل في طريق معقد ومعمول عشان يتعب أي حد، وفي الآخر مش هتوصل لحاجة. عشان كده الجهاز ده ما كانش بيتباع على إنه موبايل، كان بيتباع كأنه خزنة أسرار في جيبك. والخزنة دي ما كانتش رخيصة لأن سعر الجهاز الواحد كان بيتراوح من 2000 ل 3000 دولار، وفوق تمن الجهاز كان فيه اشتراك شهري بقيمة 150 دولار للتحديثات والحماية. بس رغم إن الجهاز ده كان شكله غامض، فانتوم سكيور من بره كان شركة شكلها عادي، شركة ليها اسم ومنتج وعملاء وموزعين، ولو حد كان عايز الجهاز كان ممكن ببساطة يتواصل مع الشركة أو مع موزع من الموزعين. بس الفكرة إن الجهاز ده ما كانش موبايل جماهيري، لأن ده كان منتج مخصوص لفئة معينة، للناس اللي عايزة خصوصية عالية وكلامها ما يتشافش. ومن هنا الجهاز بدأ ينتشر الأول كمنتج أمان وخصوصية، وبعدها دخل في عالم العصابات. في أواخر 2018 على الحدود الأمريكية الكندية كان في شحنة مواشي بتعدي من بره، وكل حاجة كانت طبيعية، أفكار وسواقين وورق شحن، ولا أي حاجة تخليك تشك إن الشحنة دي وراها مصيبة. وأثناء التفتيش واحد من السواقين اللي كانوا بينقلوا الشحنة كان واقف جنب ظابط في إيده موبايل، بس الموبايل ده ما كانش عادي، كان جهاز فانتوم. الظابط استغرب إزاي واحد شغال في شركة مواشي عادية ماسك تليفون بالقيمة السعرية دي، فسأله هو الجهاز اللي معاك ده فانتوم؟ الراجل ارتبك وحاول ينكر وقال له إن الجهاز ده مش جهاز فانتوم. بس الإنكار ده ما طمنش الظابط، بالعكس ده خلاه يشك أكتر. ومن هنا الشحنة اتوقفت واتصدرت، والاف بي اي دخل على الخط، ومع التحقيق بدأت الحقيقة تطلع. الشحنة دي ما كانتش مواشي وبس، طلع فيها ممنوعات مستخبية جوه بطون المواشي متغلفة في مواد كيميائية على شكل أقراص، والمواد دي ما بتتهضمش جوه معدة الحيوان. يعني الأبقار نفسها كانت جزء من طريقة التهريب دي، والطريقة دي كانت جديدة بالنسبة للاف بي اي وما يعرفوش عنها حاجة. بس الخيط الأهم في القضية دي ما كانش الشحنة، الخيط الأهم كان جهاز فانتوم اللي الشرطة صدرته ولقوا عليه تفاصيل العملية كلها. بس لما الاف بي اي قعدوا عشان يفحصوا الجهاز ده ويحاولوا يخترقوه، كل المحاولات كانت بتفشل، والجهاز ما كانش بيديهم حاجة، ولا رسائل واضحة ولا أسماء واضحة ولا طريق مباشر يوصلهم مين اللي ورا العملية دي. وفي الآخر المعلومة الوحيدة اللي عرفوا يوصلوا لها اسم صاحب شركة فانتوم سكيور اللي هو فينيس راموس. ومن اليوم ده فينيس ما بقاش مجرد راجل صاحب شركة موبايلات، بقى هدف رئيسي بالنسبة للاف بي اي، وكانوا عايزين يحاكموه بقانون ريكو. والقانون ده انا اتكلمت عنه في حلقة جون جوتي، بس المشكلة ان هم ما كانوش يقدروا يقبضوا عليه بسهولة. من بره رجل اعمال وعنده شركة وبيبيع بشكل قانوني، فكان لازم يعملوا خطة عبقرية عشان يقبضوا عليه، فقرروا يعملوا له فخ. الاف بي اي جندوا عملاء سريين عشان يتواصلوا مع فينيس كأنهم عملاء كبار، وعرضوا عليه انهم عايزين يشتروا 2500 جهاز دفعة واحدة. وصفقة زي دي بالنسبة لفينيس كانت نقلة كبيرة جدا. بس الصفقة دي ما كانتش مجرد رقم كبير، العملاء السريين قالوا له بصراحة ان هم عايزين الاجهزة دي عشان يعملوا شغل غير قانوني، وانهم عايزين يهربوا من رقابة الشرطة. وهنا بقى الاختبار الحقيقي، لان لو فينيس رفض القضية هتبقى ضعيفة، لكن لو وافق وبدأ يشرح لهم الاجهزة دي هتساعدهم ازاي يستخبوا، ساعتها يبقى هو عارف الاجهزة دي بتروح لمين. وفينيس وافق، وبعد ما فينيس وافق على الصفقة اتحدد مكان المقابلة هيبقى في لاس فيجاس. بس فينيس اعتبرها رحلة ترفيهية فقرر ياخد مراته وعياله معاه. واول ما وصل العملاء السريين عاملوه كأنه راجل مهم، استقبال كويس وكلام هادي وترتيبات تحسسه ان كل حاجة طبيعية. بس هو ما كانش يعرف ان كل حركة بقت محسوبة وبقت تحت المراقبة.
المراقبة. تاني يوم فينس قعد مع العملاء السريين، ومن هنا الصفقة اتحولت من بيع لاعتراف. فينس بدأ يشرح مميزات الجهاز، وإن إزاي الرسائل مشفرة، وإن هو صعب الاختراق، وإن جهاز فانتوم يساعد أي حد يهرب من عيون الشرطة، وكل كلمة كان بيقولها كانت بتتسجل، وبيثبت التهم على نفسه أكتر، إنه عارف الجهاز بيتباع لمين وبيستخدموه في إيه. وبعد ما خلص كلامه كان مستني إن الصفقة تتم، بس قبل ما الدنيا تكمل واحد من العملاء قال له تمام، بس في نقطة صغيرة أنا نسيت أقولك عليها. في اللحظة دي فينس بدأ يتوتر وحس إن في حاجة غريبة، فطلب يستأذن ويروح الحمام، بس كان فات الأوان والمكان كله محاصر وفينس اتقبض عليه. وفينس ما كانش رايح لسجن عادي، اتنقل مع القوات على طيارة خاصة من لاس فيجاس لمقر الاف بي اي في سان دييغو. وقتها الشرطة كانت فاكرة ان الموضوع تحت السيطرة، بس اللي ما كانوش عاملين حسابه ان فينس شغال مع ناس خطر، ومن مصلحتها ان فينس ما يوصلش للمحاكمة. واول ما فينس وصل للمطار كان في عربيتين شرطة مستنيين، تأمين بسيط وعدد قليل من القوات، كأنهم مطمنين ان مفيش اي حاجة هتحصل. بس فجأة اكتر من 10 عربيات ظهرت في المكان ورجال ملثمين، وبدأ هجوم مسلح على قوات الشرطة. وسط الفوضى دي فينس استغل اللحظة وهرب بأقصى سرعة، ولما عرف يختفي من قدام عيون الشرطة ووصل لكابينة مكالمات واتصل على مراته وطلب منها تجيله في مكان قريب من المطار ويبقى معاها جهاز فانتوم وعربية. وأول ما وصلت فينس خد منها العربية والجهاز وقال لها تروح على كندا، وإن هو هيحل مشاكله ويبقى تواصل معاها بعدين. ومن هنا بدأت رحلة الهروب. فضل بيسوق يوم ورا التاني وبيحاول يبعد عن الشرطة، وكل هدفه يوصل للحدود الكندية، لحد ما وصل أخيرا لمدينة اسمها بيلنجهام، والمدينة دي قريبة جدا من حدود أمريكا وكندا. وفي يوم 7 مارس سنة 2018 فينس كان قاعد في مطعم بياكل وفاكر إنه هرب من الكل، بس فجأة القوات تحاصر المكان ويتقبض عليه مرة تانية. وبعد القبض عليه الاف بي اي كانوا لسه عايزين حاجة أهم من فينس نفسه، كانوا عايزين منه يعمل ثغرة جوه فانتوم عشان يقدروا يراقبوا الرسائل، لأن فانتوم كانت شبكة كاملة بالنسبة لعالم الجريمة. بس فينس رفض يعمل الثغرة دي لأنه ما كانش الشخص التقني اللي يقدر يعمل، والنتيجة هنا كانت واحدة، لأن الاف بي اي قبضوا عليه بس ما وصلوش لحاجة. وفي 2 أكتوبر سنة 2018 فينس يقرر يعترف في جلسة إقرار بالذنب، زي ما السفاح ريكس هيورمان عمل وكنت عامل حلقة عنه. فينس أقر بالذنب إنه كان قائد مؤسسة إجرامية بتدار من خلال شبكة فانتوم عشان تسهل توزيع المخدرات على مستوى دولي. وبعدها في 28 مايو سنة 2019 فينس يتحاكم عليه ب9 سنين ومصادرة 80 مليون دولار من أمواله. ومن هنا فانتوم سكيور تبقى أول قضية من نوعها أمريكا تتعامل فيها مع الشبكات والتليفونات المشفرة وتبقى جزء من الجريمة. وبعد فانتوم سكيور ما وقعت الاف بي اي بدأوا يفهموا حاجة مهمة، إن المشكلة ما كانتش في فينس لوحده، دي كانت في السوق، وعالم الجريمة لسه محتاج موبايلات مشفرة، ومهما شركة تقع هيظهر بديل. ومن هنا ظهرت الفكرة الأخطر، بدل ما الاف بي اي يستنوا شركة جديدة تظهر ويحاولوا يخترقوها، ليه ما يبقوش هما الشركة الجديدة، يصنعوا موبايل مشفر جديد وآمن وينزل السوق والناس تبدأ تشتريه وتبقى فاكرة انها اشترت بديل فانتوم، بس الحقيقة انها اشترت الفخ. والموبايل الجديد ده كان اسمه انو، وكان باين انه جهاز مشفر محترم، رسائل خاصة وشبكات مقفولة وشكل يطمن اي مجرم انه مش متراقب. بس اللي في الكواليس ان الاف بي اي كانت بتراقب كل حاجة. بس التحدي الاكبر ما كانش ازاي هيصنعوا الجهاز ده، التحدي كان ازاي هيخلوا العصابات تثق فيه، لان مفيش مجرم هيشتري موبايل لو بس حس انه وراه الشرطة. عشان كده انو متزرع في نفس الدواير بتاعه فانتوم سكيور اللي المجرمين كانوا بيثقوا فيها، نفس الموزعين والمعارف ونفس الناس اللي شغالة في اسواق التليفونات المشفرة. ومن هنا واحد يجرب الجهاز فيرتاح له ويرشحه لواحد تاني والدايرة تكبر. وبداية توزيع الأجهزة دي كان في استراليا، ومن هنا الفخ بدأ يتحرك لحد ما الجهاز بقى فيه أكتر من 12,000 شخص ماسكين، ناس في دول مختلفة وشبكات مختلفة ولغات مختلفة، وكلهم كانوا فاكرين إنهم بيتكلموا في أمان. وكل رسالة كانت بتتبعت كانت بتدي للإف بي آي خيط جديد. الإف بي آي كانت عمالة تقرا وتجمع ومستنيين اللحظة المناسبة. بس هنا ما كانش ينفع يقبضوا على كام واحد بدري، لأن لو جهاز انو اتحرق كل الأشخاص اللي ماسكين الجهاز
الجهاز هيتخلصوا منه فورا، فكان لازم يستنوا لحد ما الفخ يمسك أكبر عدد ممكن. وبعد شهور من المراقبة جه وقت قفل المصيدة، والاف بي اي بدأ يشارك المعلومات مع أجهزة أمن في مختلف الدول. كل دولة تاخد الأسماء اللي عندها والعناوين والمخازن ويستنوا اللحظة المناسبة اللي يضربوا فيها عشان محدش يلحق يحذر حد. ومن هنا نوصل ليوم 7 يونيو سنة 2021، الضربة اللي وقعت أكتر من 800 مجرم في نفس الوقت في أكتر من 16 دولة. وده كان تسريب خفي. وفي النهاية أقوى فخ ما بيجيش من عدو واضح، بيجي من حاجة أنت وثقت فيها وعرفت تديك إحساس الأمان. سلام.